اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عملت بقى معاكم السمنه البلدي. سيحت الزبده بطريقه سهله جدا. اللي بقى لسه مش عارف بيسيح الزبده ازاي او لسه بتتحرق منه او الكلام ده، يشوف معايا الفيديو لحد الاخر وتابعوني، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اولا لو لسه اول مره بتشوفيني ما تنسيش تعملي بقى اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملي بقى لايك حلو زي كده. بصوا زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله السمنه بتاعتي طالعه بيضه جدا وجميله. يعني في ناس بتعملها بتطلع معاها صفرة، بتطلع معاها غامقه، لا انا اوريكي الطريقه تعمليها ازاي وتطلع معاكي بيضه وحلوه. يلا تعالوا نسمي الله. دي هنا بقى دي معايا الزبده البلدي. انا هنا جايبه الزبده بجيبها من واحده فلاحه يعني وكده. بصوا ما شاء الله هي بتبقى بالحجم ده وساعات بتبقى حجمها اصغر من كده. وممكن برضو تبقى كوره كبيره على حسب يعني المكان اللي انتي بتجيبي منه. بس هنا بقى السمنه بتاعتي الزبده انا طلعتها من الفريزر على طول، ما بسيبهاش بره خالص لان طبعا الجو حر وهي بتسيح على طول. فبتطلعيها من الفريزر تفضيها في الحله على طول وتولعي عليها النار. كل ده بصوا احنا لسه معلين عليها النار، احنا مش هنوطي عليها النار دلوقتي خالص. انا هسيب النار عاليه عليها تمام لغايه لما تسيح خالص، وبعد كده هنهدي بقى النار عليها وتابعوني بقى وهوريكم الطريقه بتتعمل ازاي. بصوا اهم حاجه ان انا بقلبها ليه علشان خاطر ما تلزقش مني السمنه في الاخر بتطلع مرطه، فانا عايزه المرطه دي بتاعتي اطلعها سليمه زي ما هي، مش عايزاها تتحرق مني. بس هنا بقى بصوا هنا ابتدت تفور معايا، انا ما حبيتش طبعا اطول عليكم الفيديو كده. اهم حاجه هي الزبده خلاص انا سبتها على نار عاليه لحد لما ساحت خالص. لما بقى ساحت خالص ابتدت بقى ايه تفور معاكي، وهتلاقيها عليت وممكن تبهدلك البوتاجاز وتبهدل الدنيا وخساره يعني. فاول ما بتبتدي بقى تفور كده وتعلى عن حجمها ما هي في الحله، بروح مهديه بقى النار عليها واسيبها. اهم حاجه ان انا هدي عليها النار برضو ما تكونش نار عاليه. ليه؟ لان زي ما انتم شايفين هي عماله بتفور، فلما هدي عليها النار تستوي معايا وتطلع المرطه وتفصل السمنه عن المرطه وتبقى معاكي حلوه في الاخر. بس انا هنا عماله اقلب فيها طبعا، مش عايزه المرطه بتاعتي تتحرق ومش عايزه السمنه بتاعتي تغمق، ما هي لو المرطه اتحرقت معاكي السمنه هتغمق، فاحنا مش عايزين الكلام ده. احنا هنا بقى بصوا انا كل شويه بقلبها، انا طبعا موطيه عليها النار كل شويه بقلبها. هي بقى هنا ايه بتستوي مع نفسها مهديين عليها النار يعني. بصي هي بتاخدش وقت وانتي واقفه مثلا في المطبخ بتعملي اكل بتروقي المطبخ مش عارفه ايه كده، بتولعي عليها وبتهدي بقى ايه تستنى اول ما تبتدي تسيح معاكي على طول بتهدي عليها النار وتسيبيها بقى. بس هنا انا بصوا كنت بوريكم هي هنا خلاص ده يعني هي يعتبر خلاص داخله في سوا. انا طبعا ايدي فيها كل شويه اقلبها عشان خاطر طبعا مش عايزاها تلزق معايا ولا تتحرق. بصوا ما شاء الله هنا هي كانت خلاص ابتدت ايه داخله خلاص في سوا. ابتدت بقى هتلاقوا بصوا السمنه ابتدت تفصل عن المرطه في رغاوي كتير على الوش من فوق. ماشي الرغاوي دي اللي هي لسه برضو المرطه بتاعت السمنه ولسه برضو هي ما فصلتش خالص عنها. في الوقت ده بقى انت ايه لما بتبتدي بقى خلاص داخله في السوا كده بتقفي بقى ايه جنبها علشان خاطر طبعا ما تتحرقش منك. بفضل اقلب فيها كل شويه وببقى متابعاها. بصوا ما شاء الله يعني هي قربت خلاص شايفين ابتدى لون السمنه يبان وابتدت تفصل عن المرطه. طبعا المرطه بتاعتها دي بتلاقيها نزلت في ارضيه الحله من تحت والسمنه بقى بتبقى على الوش. بتلاقي بقى شويه ايه حاجات من على الوش كده، بس ما تقلقيش ده يعني مش معنى كده ان هي يعني لسه ما استوتش بقى معاكي وتسيبيها على النار وكده، لا احنا السمنه عايزين ندفع عليها بدري علشان خاطر لسه برضو هي فيها سخونيه. فلو استنيتي ان هي تاخد لون معاكي وتحسيها ان هي اصفر كده، هتيجي لما تدفع عليها النار وتيجي تسيبيها شويه مع السخونيه هتلاقيها غمقت زياده. فاحنا عايزينها لونها يبقى فاتح كده ولونها يبقى ابيض زي ما شفتوها معايا في اول الفيديو. فتابعوا بقى ايه بنفس الطريقه دي كده واعملوها كده. بصوا هي خلاص ما شاء الله كانت خلاص يعتبر داخله في سوا خلاص. كان فاضل لها مثلا بتاع دقيقه ولا دقيقتين، انا كنت بس صابره عليها. يعني اهم حاجه ان انت ايه مش شرط ان انت تلاقي كل الحاجات اللي على الوش دي تنزل تحت، لا هي خلاص هي كده استوت يعتبر، والحاجات دي كلها هترقد تحت في الحله من تحت خالص. وما تقلقيش يعني ما تفكريش ان هي ايه هتقولي لا ده هي لسه ما استوتش لما كل ده يروق، لا هي خلاص هي اصلا مفيش حاجه فوق، دي حاجات بسيطه جدا. هي هترقد معاكي لما السمنه تبتدي بقى تهدى وتبرد هتلاقيها كل ده نزل مش هتلاقيه. بس هي كانت خلاص السمنه بتاعتي كانت يعتبر خلاص استوت، ما خدتش معايا وقت خالص. بصوا كنت بوريكم بس ان هي خلاص ما شاء الله فصلت. كان باقي بس حاجه بسيطه خالص بتاع دقيقه ولا دقيقتين وهطفي عنها.
بس انا بقى مستنيه. بس بصوا هقولكوا على حاجه، لو ما لقيتوش كل الرغاوي دي، لو لقيتوها ابتدت تاخد لون معاكوا وابتدت تميل كده للاصفر، يبقى هي كده خلاص السمنه استوت. ويعني انتوا كده هتزودوها عن حجمها في السوا، فكده السمنه مش هتطلع بيضه معاكي. تمام، يعني احنا عايزينها تفضل بيضه. اول ما تحسي ان هي هتبتدي تاخد لون اطفي عنها على طول، لو انتي مثلا لسه اول مره بتسيحيها وكده. بس هنا بقى كانت خلاص سبتها بردت خالص. وبصوا زي ما وريتكم الرغاوي كلها نزلت ومفيش اي حاجه. بصوا بقى ما شاء الله كان لونها جميل جدا ولونها اصفر فاتح قوي. بصوا دي بقى علبة انا بجيبها من عند بتاع البلاستيكات وكده، بتاع الادوات المنزلية. بجيبها بحط فيها السمنة احسن يعني من البطرمانات والكلام ده. حلوة جدا. وبصوا يعني صغيرة كده، وانا من نوع يعني ايه، ان انا السمنة مش بعمل كمية يعني. انا مثلا بجيب منها كمية اللي انا هحتاجها مثلا 5 كيلو او حاجة، وبقسمهم واحطهم اكياس في الفريزر، وبطلع مثلا الكيس زي ما انتم ما شايفينه ده كده يعتبر كان كيس. بطلع مثلا بعمل على قد الكيس اللي انا محتاجاه يقعد معايا على قد ما يقعد، وبعد كده بروح ايه، اعمل تاني لما تخلص معايا. بس اهم حاجة السمنة يا جماعة ما تسيبوهاش بره، يعني ما تفضليش تحطي فيها في الفريز في التلاجة شوية وتطلعيها تسيبيها على الرخامة شوية تبيتيها بره وتدخليها، لا كده هتعمل ريحة معاكي ومش هتبقى حلوة. خليها دايما طول الصيف اللي احنا فيه ده، خليها دايما في التلاجة عشان تفضل معاكي وتديكي نتيجة حلوة وتفضل معاكي كويسة. بس هنا بقى زي ما انتم شايفين انا كنت سبتها بقى وغطيتها لغايه لما بردت خالص. وطبعا كنا ما حبيتهاش في العلبه اللي لما بردت معايا. بس ودي كانت المرطه بتاعتي، كانت حلوه جدا. وزي ما انتم شايفين الحله كانت بيضه، ما كانتش فيها اي حاجه لازقه عشان انا فضلت اقلب فيها. بس هنا بقى بصوا ما شاء الله كانت لونها بيضه وكانت جميله جدا. لان ده تاني يوم بقى انا حطيتها في التلاجة. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.